بصي بقى يا ست الكل، لو الكحك بالملبن كان بينشف منك من جوه وبيبوظ المتعة كلها، بعد السر ده إن شاء الله مش هيحصل تاني خالص. سر طراوة الملبن جوه الكحك: أول حاجة تعمليها، خدي الملبن واعملي فيه الحركة دي. حطي عليه معلقة سمنة بلدي وابدأي عجنيه بإيدك كويس جدا لحد ما يبقى طري وناعم. الحركة دي بتخليه يفضل طري بعد الخبز وما ينشفش جوه الكحك. تاني سر مهم جدا: لما تيجي تحشي الكحك بالملبن لازم العجين تقفله كويس جدا وما يبقاش فيه أي فتحة خالص، لأن لو اتفتح في الفرن الملبن هيشد وينشف على طول. آخر سر بقى واللي ناس كتير بتغلط فيه: الفرن لازم يكون سخن كويس قبل ما تدخلي الكحك، والكحك ما يقعدش في الفرن أكتر من 20 دقيقة بالكتير. لو قعد أكتر من كده الملبن هيبتدي ينشف من الحرارة. بالثلاث حركات دول الكحك يطلع طري حلو والملبن جوه سايح كده وطعمه يجنن. جربي الطريقة دي وقوليلي النتيجة هتطلع معاكي ازاي. اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد. ما تنساش تصلي على الحبيب.